ومفيش حد فينا ما بيحبش الهوت شوكليت، ده كفيل لوحده انه يغير مودنا 180 درجة. والنهاردة عملتهولكم بأسهل طريقتين هيخليكوا تعشقوه اكتر واكتر. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا. اول حاجة معايا الكسرولة بتاعتنا على النار، هننزل بيها بكوباية من اللبن. عايزين تضاعفوا الكمية براحتكم جدا. هننزل معلقة من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة. واول ما اللبن يدفى هننزل عليه بمعلقة من الكاكاو. وكل ما كان نوع الكاكاو احلى كل ما هيطلع لنا في الاخر النتيجة احلى بكتير جدا. نقلب فيه بقى الكلام ده لعند لما يتجانس كله مع بعضه. واول ما يبدأ يسخن معانا هنبدأ نعمل النشا بتاعتنا. وهنا الهوت شوكليت خفيف شوية. عندنا خليط النشا بقى، عندنا معلقة صغيرة من النشا عليهم معلقتين من اللبن، ونقلب الكلام ده كويس. وهوريكم القوام اللي انا محتاجاه بالظبط علشان في الاخر يطلع معاكم النتيجة تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين بدأنا ننزل بالنشا على الخليط بتاعنا ونقلب الكلام ده كويس. وطبعا مش هينفع نبطل تقليب علشان في الاخر ما يطلعش فيه كتل فيه، احنا عايزينه في الاخر يكون خطير. نقلب فيه وما نبطلش تقليب غير لما يتقل، وهو هنا هيتقل بسيط. هو ده هيكون القوام اللي احنا محتاجينه. هو هيكون تقيل بس مش تقيل قوي. وهو ده القوام اللي انا محتاجاه. شوفوا القوام بتاعه حلو قد ايه. هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو ده القوام المظبوط جدا علشان في الاخر يطلع لكم الطعم الخطير ده. ونقدر ان احنا نشربه كده. بس انا هنا حبيت ازينه، حطيت مارشميلو وبعد كده زينته بالشوكولاتة المبشورة. تزيينها بسيط جدا بس في الاخر شكلها حلو جدا. وده اول نوع معانا. شوفوا بقى هو حلو قد ايه في الشكل وفي الطعم وفي كل حاجة. وزي ما قلت ده المشروب اللي يقدر يغير مودنا 180 درجة، كلنا بنعشقه. وهستناكم تجربوه وترجعوا تقولولي رأيكم فيه. النوع التاني بقى أغنى وأتقل بس بيكون حلو جدا جدا جدا. معانا الكسرولة على النار، نزلنا بكوباية من اللبن عليها معلقة من السكر، والسكر اختياري. بعد كده نزلنا بمعلقة من الكاكاو. وزي ما قلت الكاكاو لازم يكون نوع حلو قوي علشان في الاخر يطلعلك هوت شوكليت طعمه لا يقاوم. بجد نوع الكاكاو بيفرق جدا في الطعم. نقلب فيه بقى، واول بقى ما يبدأ ان هو يسخن معانا هنبدأ نعمل خليط النشا بتاعنا. وهنا خليط النشا بيكون اتقل شوية علشان الهوت شوكليت الايطالي بيكون اتقل. هنا عندنا معلقتين صغيرين من النشا عليهم 3 معالق من اللبن وقلبناهم كويس. ننزل عليهم على الخليط اللي احنا عملناه ده. هيبدأ يتقل بسرعة جدا لان هو دخل بقى وبقى سخن معانا، ومش هياخد وقت ان هو يتقل. وهنا هوريكم القوام. وهنا زي ما قلت القوام هنا بيكون اتقل شوية. وزي ما انتوا شايفين تقل على طول، محتاجش وقت على النار. شوفوا بقى هو ده القوام اللي انا محتاجاه. انا مش محتاجة ولا اللي هو اخف من كده ولا اتقل من كده، لان هو لما يتساب شوية اصلا هتلاقيه تقل. هو ده بالظبط القوام اللي انا محتاجاه. ونزلت عليه بمكعب من الشوكولاتة وقلبته كويس. شوفوا بقى الطعم، طعمه بجد ده خطير. وزي ما انتوا شايفين ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط عشان يطلع معاكم النتيجة الصح. نبدأ بقى نفضيها في الكوباية. شوفوا هو حلو قد ايه. وبكده يكون خلص معانا. بنزينها التزيين اللي احنا محتاجينه. انا هنا حاطه كريمه مخفوقه اهي، تبقى عامله زي الفوم كده فوق. وبعد كده مزيناها اسهل تزيين، حاطه شوكولاته مبشوره من الشوكولاته البيضه والسودا. وبس كده، اسهل من كده مفيش. وفي الاخر طعمه حلو جدا وبجد خطير. وانا عارفه ان مفيش حد يقدر يستغنى عن الهوت شوكليت في اي وقت. هو مشروبنا الاساسي في كل الاوقات لانه بجد في الاخر طعمه حلو جدا. ولو وصلت لعندي هنا ولسه ما اشتركتش في القناه فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.